السلام عليكم. الفيديو ده فضفضه كده على السريع، مش عارف هينزل شكله عامل ازاي او امتى او اي حاجه، ولكن حابب ان انا اتكلم على فكره البرودكاست والسيفد بوستس. تمام، انا عامل دلوقتي 3 برودكاست الحمد لله، بقى لنا كده سنه، اول سنه للبرودكاست وشاركنا فيه حوالي اكتر من 500 600 واحد موجودين دلوقتي. بنشارك حاجات بنحاول بقدر الامكان ان هي تكون مفيده وتنفع الناس في مختلف المجالات قدر الامكان، يعني ربنا يعيننا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. ولكن بلاحظ ان في بعض الناس هي بتبقى عايز تدخل وادخل الثلاثه وانا جامد وهتفرج عليهم وهسمعهم واقرا والحاجات دي كلها اللي احنا بنشاركها، او حتى السيفد بوستس ان هو هيسيف البوست ده عشان يبقى يرجع له بعد كده. هتعمل ده لحد امتى؟ هتفضل تعمل ده لحد امتى؟ لازم توقف الموضوع ده، لازم تشوف حل ان انت تشوف المعلومات اللي انت عايزها، تشوف الحاجات اللي انت مسيفها دي انا هفضل مسيفها لحد امتى؟ طب انا عايز اقراها، عايز اشوفها. لازم انت تستفيد. احنا دلوقتي خلاص في اخر 2022 واحنا شايفين الاوضاع اللي احنا عايشين فيها، الاوضاع الاقتصاديه والحاجات دي كلها. انت لو ما طورتش نفسك، لو ما اشتغلتش على نفسك، لو ما طورتش حته اللغه، لو ما ظبطتش شغلك، لو ما ظبطتش الشغل الاونلاين، لو ما اتعلمتش بعض الخلفيات عن المجالات المختلفه، الحاجات دي كلها هتعملها امتى؟ انا مش قصدي ان انا اصربعك او كلام زي ده، بس بقول لك فلتر الحاجات دي كلها بحيث ان انت ما ترهقش نفسك، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، بحيث ان انت كمان ما تقارنش نفسك. انا عارف قدراتي، انا عارف ان انا لسه ما عنديش خلفيه عن البرمجه، فانا بقرا القدر الفلاني من البرمجه، خلصت الجزء ده هبقى ادخل لجزء تاني. مش لازم ان انا اسيفه عندي، يعني مش لازم يبقى عندي 150 بوست. لو عندي 10 بوستات وهرجع لكل بوست ولو بوست واحد في الاسبوع، يبقى انا عندي في 10 اسابيع هكون مخلصهم، بحيث ان انا اقدر استفيد من المحتوى ده. نفس الموضوع في البرودكاست اللي انا عامله. بقدر الامكان حاول ان انت لو في مجال انا شاركته وانت مش مهتم بالمجال ده، امسح الرساله. يعني سي مثلا لو انا ببعت في الاسبوع 20 رساله، ما غير منطقي ان انت هتبقى مهتم بال20 رساله اللي انا ببعتها. فحاول بقدر الامكان في رساله معينه امسحها، بحيث ان انت الشات اللي ما بيني وما بينك اللي هيكون فيه رسائل البرودكاست بقدر الامكان يكون فيه، يعني زي ما بنقول كده، الزبد، الحاجه اللي انت عايزها، بحيث ما تهلكش نفسك في حاجات كتير وتضيع على نفسك فرصه ان انت ترجع لمحتوى مفيد انت عايزه ويكون ضاع منك بسبب ان انت حاطه وسط حاجات كتير. بس فده اللي انا كنت عايز اقوله. يعني حاول بقدر الامكان ان انت تفلتر، حاول ان انت تبدا. احنا داخلين على سنه جديده. طبعا ناس كتير هتتكلم عن تخطيط السنه وعن الحاجات دي كلها، بس ايا كان انت هتبدا امتى، او ايا كان انت هتشوف الفيديو ده امتى وهتتفاعل معاه امتى، ابدا بالقليل، وخير الاعمال ادومها وان قل، زي ما اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انوي الخير وتوكل على الله واستعن بالله وفلتر وظبط الدنيا بتاعتك، عشان خاطر ان المجهود اللي انت هتبذله يكون في محله. ويعني اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم.